أهلا بكم متابعين مطبخ رنا. اليوم إن شاء الله راح نشوفكم طريقة عمل الحلقوم أو الراحة بغير دول يسموها. طريقة جدا مضبوطة وناجحة، جربتها ونزلتها لكم على مود تستفادون. المقادير هي 4 كاسات من الشكر، كاستين من المي، كاسة واحدة من النشا، عندنا فستق هنا ما يعادل كيلو إلا. راح نحتاج ملعقة صغيرة جدا من ملح الليمون هو اللمندوزي، وملعقة كبيرة من الهيل المطحون، وعندنا مستكة ملعقة صغيرة نطحنها مع قليل من السكر. أي نكهة تقدرون تخلون، بس هي لازم تكون بيها كمية كبيرة من الفستق، هذا النوع من الحلقوم. أما إذا تريدوه سادة راح أترك لكم أنا بصندوق الوصف. حضرت هنا الجدر وخليت كاستين من الشكر ويا كاسة وحدة من الماء، راح أبدي أخلط بيها لحد ما يذوب عندي السكر إلا أخليها على النار. هذا النوع من الحلقوم يراد له شوية وقت، يعني أنا استغرق وياي الوقت من 45 إلى ساعة. هنايا خليتها على النار، أول ما أشوفها تبدي راح تغلى عندي انتظر عليها 10 دقائق. انتظرت هنايا 10 دقائق وخليت نص كمية ملح الليمون هو اللمندوزي، قسمته. أنا اختاريت ملعقة جدا صغيرة من اللمندوزي، لا تكثرون على مود لا تطلع وياكم حامضة. هنايا ورا ال10 دقائق اتركها فقط بس 5 دقائق. حاولي انه تخلين عندك تايمر على مود تشوفين الوقت، او ساعة قدامك وانت تحسبين. راح نسوي هنايا نجهز خليط النشا. خليت كاسة واحدة من النشا وكاسة واحدة من الماء، خلطتها وراح ننزل عليها قليل جدا مثل ما قاعد تشاهدون عندكم بالفيديو. ما خليته دفعة واحدة، شوية شوية بديت أنزل على الخليط. بهاي الأثناء أنت تبقين قريبة يم القدر وتبقين تحركين بيها، ما تتركيها نهائيا. راح انتظر عليها هنا لحد ما يبدأ يتغير النشا ويا الشكر اللي خليناه، بدأ يثخن عندي هنايا. هذا صار شكله. أول ما شفته ثخن رأسا نصيت عليه النار وبدلت المشبك. هذا اللي كنت استعمله لازم تكون عندكم ملعقة خشب، هاي اليد الخشبية لازم تكون عندكم. راح انتظر هنا ضبط 10 دقائق. انتظرت ورا ال10 دقائق الا ضفت عليه السكر. ضفت نص كمية الكاسة، خليتها ما خليتها دفعة اولى بالبداية. راح اضيف هنا النص هو اللي من الكاسة اللي قسمناه، ابقى احرك بيها وانتظر عليها تقريبا 10 دقائق. راح ابقى احرك بيها انتظر عليها. انتظرت عليها ورا ال10 دقائق ونضيف كمية الشكر اللي بقى عندنا، هي دفعة كاملة، وابقى احرك بيها لحد ما يذوب عندنا الشكر. انتظر عليها 10 دقائق اخرى على مود يتلابس كله ويا النشا ويبدأ يثخن عندنا الخليط. هي الطريقة مثل ما قاعد تشاهدون، اني دا يعني مدى افرها. لازم تكون عندكم، هي قلت لكم عليها الملعقة الخشبية. مثل البقعة عندنا اللامندوز، البقعة عندنا الكمية القليلة. ورا ما خليت اني كل المواد خليت اللامندوزي على مود يساعده ويثخنه شوي للخليط. نتركها هنايا من 10 دقائق الى 15 دقيقة، نتأكد من عدها ونشوفها اذا جهزت. بواسطة الملعقة ننزلها يعني شوفوا هذا داعش عليه. شلتها ونزلتها انه هي بعد يرادلها وقت، لازم تثخن عندكم. هي شوية يرادلها وقت ومجهود ان تبقين يمها وتراقبيها. انتظرت عليها هنايا، خليت لها
ملعقة واحدة هي اللي تكون صغيرة من المستكة، طحنتها ويا السكر، تنطيها طعم كلش طيب وريحتها هم، وتثخن الخليط، تخليه متماسك. راح اخليها هنايا من 10 دقائق الى ربع ساعة، تبقين تحركين بيها لهذا الشكل لحد ما تتماسك عندك، تشوفيها صارت ثخينة، خليطها صار ثخين. خليت هنايا نكهة الهيل، هي أنا حبيت أدخل بيها صراحة النكهة العراقية. خليت الهيل كل من حسب رغبته، تقدرون تخلون انتو النكهة اللي تحبوها. أما الفستق حمصته من البداية وخليت عليه ملعقة زبدة خالي من الملح على مود يتحمص، ما يكون عندك لين وتتخليه رأسا مباشرة، لازم تحمصي. وهذا النوع من الحلقوم لازم تخلين بيه كمية كبيرة من الفستق الحلبي. هنا جهزت عندنا، أنا راح أكتب لكم كل شي بصندوق الوصف حتى الشرح على مود ما أطول عليكم. جهزت هنا نايلون غذائي وخليت عليه ملعقة واحدة من الزيت، وراح أدهن بس النايلون الغذائي، ونبدي ندير بيه الحلقوم اللي جهز عندنا، وأبدي أساويه بإيدي وأعدله وأرتبه بكيس. أما الوقت اللي راح نخليه بالثلاجة ورا ما تلفوها عدل وتتأكدون من عندها لفيتوها ورتبتوها، تخلوها من 5 ساعات إلى 6 ساعات. كل ما تخلوها أكثر بالثلاجة راح تكون جامدة أكثر، يعني مضبوطة، تكون تطلع عندكم ما راح تكون لينة. هي ليش إحنا خليناها بالثلاجة وقت أطول؟ على مود تتماسك. واحنا نخلي الزيت على مود يسهل عليك لما تطلعيها من الثلاجة ما يكون لازق عليها النايلون. ورا ما طلعتها من الثلاجة 6 ساعات راح نفتح اللانون من عندها. انت تكونين مجهزة الفستق طاحنته وعندك كمية هواية من النشا، طلعتها بهذا الشكل وراح ابدي اقطع بيها. راح اخلي بس نشا على السكينة. لا تنسون لما تقطعوها انتو شلون تحبون تقطعوها قطعوها، لازم تخلون كمية كلش كبيرة من النشا على مود ما تلزق. شوفوا شكلها شلون متماسكة وحلوة. راح اشوفكم شلون ناجحة عندي. لما يكون هذه هيك شكلها وتنمط عندكم، هذه معناه طلعت الطريقة ناجحة ومضبوطة. راح ابدي اخلي عليها النشا، اغمرها هواية بالنشا على مود ما تلزق عندي لما اخليها بالعلبة ولما اقطعها ايضا. النشا ما يأثر عليها، بس المهم ما يخليها تلزق مع بعض. راح اقطعها بهذا الشكل ونرتبها بالشكل اللي انتو تحبوه واحنا نحبه. خليتها بالصحن، هذا طلع شكلها النهائي والاخير. اتمنى ان شاء الله تعجبكم طريقتنا، وراح اكتب كل شي بصندوق الوصف. سووا شير للفيديو، دعمونا بسبسكرايب ولايك وعلامة الجرس، انتظروا كل ما هو جديد من مطبخ رنا.